بيبدأ فيلم النهاردة بجوي وهو واقف في شقة كده مع العصابة اللي شغال معاهم، ووقتها بيشوف زميله تومي وهو بيحلل الممنوعات اللي اشتروها علشان يتأكدوا من صحتها قبل ما يسلموها لرئيسهم. كل حاجة وقتها بتبقى ماشية تمام التمام لحد ما فجأة بيداهموهم شباب متخفيين بأقنعة، وبيكون ليهم يد في العمليات اللي شبه كده ومعرفتهم بالعصابات بشكل عام. بيهددوهم بالأسلحة علشان ياخدوا البضاعة والفلوس اللي معاهم، ولما بيحاول تومي يهديهم ويعرفهم انهم بيعملوا كده حاجة هيندموا عليها، محدش بيهتم منهم بكلامه وبيضربوه يوقعوه على الأرض وبيثبتوا باقي العصابة، ومحدش منهم طبعا بيقدر يتحرك. ولما واحد منهم بيعدي من وسطهم علشان ياخد الفلوس والبضاعة، واحد من العصابة بيطلع من معاه سلاح وبيعوره في رجله يوقعه في الأرض، وساعتها طبعا العصابة التانية بيتعصبوا وبيقتلوا 3 منهم بكل سهولة. ولما بيجوا عند تومي فجأة بيطلع مسدس صغير كان مخبيه وبيضرب واحد منهم وبيشغلهم لحد ما بيقدر يستخبى منهم. وقتها بقى بتدور ما بينهم وبين الضباط دول معركة شرسة جدا، وبيقدر وقتها تومي بمساعدة جوي يقتل كل اللي موجودين، والعصابة مش بيتبقى منها غير 3 وبس. وتوم وكلارك لما بيفتشوا واحد منهم بيتفاجئوا انه كان ضابط شرطة، وبكده بيبدأوا يخافوا لانهم هيقعوا في مشاكل، فبياخدوا الأسلحة اللي ضربوا بيها الضباط دول والبضاعة وبيهربوا. وطول الطريق توم بيتكلم عن اللي حصل وبيبقى خايف، وبيطلب من جوي انه يتخلص من الأسلحة كلها. في اللحظة دي بنشوف ابنه أليكس اللي كان بيلعب في الجراج مع زميله أوليج بشكل طبيعي، لحد ما فجأة بيكسبوا في لعبة وبيتخانقوا مع بعض بسببها، وبيقع أوليج على الأرض وبيتعب وقتها وبياخد دواء الربو بتاعه علشان يقدر يتنفس. في الوقت ده بيوصل جوي للبيت وبيدخل يسلم على ابوه اللي بيكون عايش معاه، وبيسلم على تريسا مراته لانه ما كانش شافها بقاله يومين. ولما بيسالها عن ابنه بتقوله انه بيلعب مع أوليج زميله، ووقتها بيتعصب لانه ما بيبقاش عاوزه يقرب من الطفل ده لانه مش كويس. وبعدها بيروح جوي للجراج، بس اول ما أليكس وأوليج بيسمعوا حد جاي بيستخبوا بسرعه، وساعتها بيشوف جوي وهو بيفتح باب سري كده موجود، كان جوه الباب ده اسلحه كتير جدا، وساعتها بيتخلص من السلاحين اللي اداهم له تومي وبيحطهم جوه المكان ده وبيمشي. ووراه على طول أليكس وأوليج اللي بيمشي بسرعه وبيروح لبيته، بس اللي شافه ما بيقدرش ينساه بسهوله. وبالنسبه لجوي فبيروح يفاجئ أليكس بتذاكر لمباراه هوكي كان مستنيها من زمان، فبيستأذنوا وقتها لو يقدر يخلي أوليج يجي معاهم، بس جوي طبعا بيرفض وبيقول له انه معاه تذكرتين بس وهيروحوا سوا. على الناحية التانية أوليج بيروح لبيته وهناك بياخد العشاء من أمه وبيكون لسه يطلع على أوضته، بيتفاجئ بإن كارل جوز أمه بينادي عليه، وبيكون واضح كده إنه مش سوي ولا متزن عقليا. بيجبره وقتها إنه يتفرج معاه على التلفزيون رغم إنه مش عاوز. ولما بيتكلم أوليج على بطل الفيلم وبيقوله إن أحسن مشهد هو لما مات، كارل بيتعصب جدا وبيرمي الأكل بتاعه على الأرض، فبيهرب منه أوليج وبيطلع على أوضته قبل ما يضربه. وبتبقى وقتها أمه ساكي شايفة اللي بيحصل بس ما كانتش قادرة تتكلم. المهم لما بيبقى أليكس على العشاء بتقول تريسا لجوي إن اليومين اللي فاتوا جالها شكوى من المدرسة بتاعته إنه ما بينتبهش معاهم في الحصة وبيكون مشتت، وطلبت إنها تعمل له اختبار صرف الانتباه علشان تتأكد من صحة عقله. لكن جوي بيقول لها إنه سليم، ولو مش متأكدة خليها تشوفه وهو بيلعب هوكي وهتعرف بنفسها. وبنلاحظ وقتها إن أبوه مريض وما بيعرفش ياكل لوحده وحالته متدهورة على الآخر. المهم في اللحظة دي بنرجع لساكي وهي بتلم الأكل من على الأرض، وبتستأذن كارل إنها تديه لأوليج لأنه لازم ياكل، وبيكون واضح عليها إنها خايفة منه ومش عارفة تتصرف معاه، خصوصا إنه لحد اللحظة دي اللي قاله أوليج على بطل الفيلم معلق معاه وبيبقى متعصب جدا لدرجة إنه بيقوم يمسك ساكي وبيضربها وبيعدمها العافية، وما بيخليهاش في النهاية برضه تديله أكل، لحد ما فجأة بيشوف قدامه أوليج وهو نازل من أوضته وبيهين البطل تاني قدامه بكل شجاعة. وفي التوقيت ده بتيجي رصاصة كده في شباك جوي وهو قاعد يتعشى مع عيلته، فبيجري بسرعة على مراته وابنه يحميهم، وبيتعصب جدا لدرجة انه بيروح ياخد سلاحه وبيزعق، وبيكون ناوي يقتل كارل ده، وبيقول انه مش اول مرة يحصل حاجة زي كده منه. وبيطلع من بيته يروح لبيت كارل، ومهما تحاول تريسا تفهمه انها خلاص اتصلت بالشرطة وأليكس بيحاول يهديه مش بيسمع لهم، بيقتحم برضه البيت على ساكي. بس لحظتها بيتفاجئ بان كارل اللي كان فاكره هو اللي ضرب النار واقع على الارض متصاب، ولما بيسأل مين اللي عمل كده بيقولوا له أوليج، وخرج من الباب الخلفي وبيحاول انه يهرب. فبيسألوا الاول منين جاب السلاح ده، وهنا بيتصدم للمرة التانية لما بيعرفوا كارل انه سأله السؤال ده بالظبط، وقال له انه لقاه في جراج بيت أليكس. فبيجري بسرعة يشوف الباب السري في بيته، وفعلا بيلاقي المسدس بتاع تومي اللي طلب منه يتخلص منه،
ولما بيسأل أليكس بيعترف بأنهم كانوا موجودين وقتها بس ما أخدوش حاجة، فساعتها بيقلق جوي جدا، وده لأن الشرطة أكيد زمانها بتدور على اللي عمل الجريمة، ولو لقوا أوليج واستجوبوه وقال إنه لقاه في بيته وقتها جوي هيتحكم عليه بالموت. وفجأة كمان بتيجي عربية الإسعاف بتاخد كارل ومعاه ساكي تخلي بالها منه، فبيطمنها جوي إنه هيدور على أوليج بنفسه، وبعدها بيدخل البيت وبيحاول إنه يخرج أي رصاص دخل في الحيطة، بس فجأة بتقع الرصاصة على الأرض، وعلى طول بيدخلوا الشرطة عليه وبيحاولوا يعرفوا منه أي حاجة بخصوص اللي حصل، فبيمثل إنه مش عارف أي معلومة غير إن كارل اتصاب وبس. ولحسن حظه بيكون معاه لبانة كده بيستخدمها في إنه يجيب الرصاصة اللي وقعت منه وبيلزقها في رجله وبيرجع تاني لبيته. هناك بقى بيطلب من أليكس إنه يكتب له قائمة بكل الأماكن اللي بيروح فيها مع أوليج أو حتى أي مكان ممكن يروحه، وبيسمعوا بعدها أليكس وهو بيلم الأسلحة اللي في الباب السري، وبيكلم كلارك وبيقول له على اللي حصل وإنهم ممكن يتسجنوا كلهم لو ما لقوش أوليج، وبيفهموا إنه هيقتله لو اضطر يعمل كده. ولما بيخلص بياخد أليكس معاه وبيبدأوا يدوروا، بس أول حاجة بيعملها بيروح للمستشفى اللي اتنقل ليها كارل وبيتنكر على شكل دكتور، وبيروح لحد الأوضة اللي كان فيها وبياخد الرصاصة اللي كانت في كتفه وبيبدلها برصاصة تانية بسرعة وبيمشي. وهو في طريقه للخروج بيخبط في المحقق رايدل اللي بيشك فيه أول ما بيشوفه، بس بيلحق إنه يهرب في اللحظة المناسبة. المهم في الطريق بيقول له أليكس على متنزه كده كانوا بيروحوه دايما واحتمال يكون هناك، فبيروحوا له على طول. في الوقت ده بيكون رايدل راح لكارل علشان يستجوبه، ولما بيخلص بيطلع بره قبل ما قرايب كارل يجوا. وفي الناحية التانية لما بيوصل جوي للمنتزه بيكون في الوقت ده أوليج موجود هناك. بيقابله متسول كده ساعتها بيقدر إنه يحتجزه، فبيخاف وبيسمع كلامه، وبياخد أوليج معاه لعصابة موجودة في المكان، وبيحاول انه ياخد منهم البضاعة غصب عنهم بالمسدس اللي كان مع أوليج وبيهددهم، لحد ما فجأة بيظهر واحد كمان من العصابة وبياخد أوليج رهينة، وبيحصل اشتباك بينه وبين المتسول وضرب نار. ولما بيسمعوا جوي بيروح ناحية الضرب بسرعة، ولما بيقتحم المكان بيلاقي الجثث في الأرض وناجي وحيد بس. ولما بيسألوا عن أوليج وبيديله مواصفاته ومواصفات المسدس اللي كان معاه، التاني ده ما بيبقاش عارف أي حاجة. أما بالنسبة لأوليج فبيكون قادر إنه يهرب، وبنشوفه وهو بيجري بالسلاح لحد ما بيستوقفه واحد كده اسمه ليستر كان بيعتدي على بنته وبيضربها، فساعتها بيوجه أوليج السلاح ناحيته وبيحاول إنه يقتله، بس بتكون الذخيرة خلصت، وليستر وقتها بيكون على وشك إنه يقتله هو، بس في اللحظة المناسبة البنت بتقوم من على الأرض وبتخبطه في دماغه، وبتاخد أوليج وبتهرب، وبتعرفه ساعتها إن اسمها فيرا. بتدخله صيدلية في الأول علشان تجيب له علاج لما لقيته تعبان، لكن الصيدلي بيرفض يديله أي أدوية إلا لما يكون معاه روشتة من الدكتور. ساعتها بتستوعب إن مفيش أمل مع الصيدلي، فبتطلع سلاح أوليج وبتهدده بيه لحد ما بيديلهم العلاج وبيمشوا. على الناحية التانية كلارك بيتصل بجوي وبيقول له إنه لازم يجيله فورا، وبيعرفه مكان البار اللي قاعد فيه. ولما بيوصل لهناك وبيدخل بيتفاجئ لما بيكون رايدل هو اللي مجمعهم علشان يتكلم معاهم. ساعتها بيقول لهم إنه قدر يستنتج إن ليهم علاقة بموت الضباط اللي حصل من كام يوم، ده غير ال3 أفراد اللي من العصابة، وده لأنهم اتشافوا من الجيران إنهم كانوا موجودين في المنطقة. وقبل ما يحاول أي حد إنه يكذب بيعرفهم إنه راح حقق مع كارل وعرف كل حاجة بخصوص السلاح اللي كان مع أوليج وضربوا بيه في كتفه، ووصف له كمان شكله والعيار المستخدم. ولما بيحاول جوي إنه ينكر كل ده وبيحاول يعدل على كلامه، بيسأله رايدل عن اللي كان بيعمله في المستشفى من ساعة، وقبل حتى ما يجاوب بيقوله إنه أكيد كان بيحاول يبدل الرصاصة برصاصة تانية علشان ما يبقاش فيه أي دليل عليه، لكن كل ده ما بيهمهوش، وبيعرض عليهم اتفاق مرضي لجميع الأطراف. والاتفاق ده عبارة عن إنهم يلاقوا له شنطة بمواصفات معينة خلال 24 ساعة ويحطوها داخل خزنة معينة في محطة القطر، وبيأكد لهم إن المهمة دي خطيرة، ولو اتأخروا دقيقة واحدة بس عن تسليم الشنطة هيكون معاه الصلاحية إنه يسجنهم كلهم ويدمر حياتهم. فساعتها جوي وباقي زمايله بيستوعبوا إن مفيش قدامهم خيار تاني فبيوافقوا. بيروح جوي بعد كده لمطعم كأنه هيشتري أكل، بس بيكون فرانك رئيس العصابة مستنيه هناك مع تومي وقاعدين سوا يتكلموا عن اللي حصل. وبيتفاجئ وقتها جوي لما الموضوع بياخد منحنى ما كانش يتوقعه، وبيسمع من فرانك انه عم كارل اتواصل معاه، وبتكون عيلته معتقده ان جوي هو اللي ادى السلاح لأوليج علشان يخلص على كارل. وعلشان الموضوع يخلص من غير حرب ما بينهم، فرانك عمل صفقه مع ايفان عم كارل وقال انه هيجيب له أوليج ويسلمه ليه في اسرع وقت ممكن، يا اما احتمال يحصل مشاكل كبيره. في اللحظه دي أليكس بيكون لسه مستني ابوه في العربيه، وبالصدفه بيشوف أوليج وهو ماشي مع البنت اللي ساعدها وبيدخلوا لنفس المطعم، فبيروح وراهم كأنه هيدخل للحمام وبيدي إشارة لأوليج إن يجي وراه. ولما بيكونوا لوحدهم بياخد منه المسدس وبيفتح غطا السيفون وبيسيبه جواه، بس لما بيتأخر شوية كده جوي بيروح ياخده وبيمشي.
وهم في الطريق بيسألوا مرة تانية عن أوليج لو كان يعرف مكان تاني متعود يروح له، فبينكر وقتها وبيقول انه ما يعرفش غير المنتزه اللي راحوا له، وبيطلب منه ما يقلقش لان الشرطة عمرهم ما هيلاقوا السلاح. فساعتها بيستغرب من كلمته دي وبيسأله لو كان يعرف حاجة، فبيقول له أليكس انهم حطوه في حمام المطعم. فعلى طول بيرجع مرة تانية وبيدخل لهناك بس ما بيلاقيش أي حاجة في الحمام. ساعتها بقى جوي بيروح يدور في أسامي الموظفين على الشخص المسؤول عن تنظيف الحمامات بشكل يومي، واللي بنعرف إن اسمه ماني، وده الوحيد اللي ممكن يكون عارف معلومة عن المسدس وبيعرف عنوانه وكل حاجة عنه. في الوقت ده بيكون أوليج مع فيرا بيتمشوا، بس فجأة بتيجي الشرطة وبتقبض عليهم هما الاتنين، والخبر بينتشر بسرعة. وتريسا لما بتعرف بتتصل بجوي وبتقول له، فبيتعصب على الآخر وبيخاف في نفس الوقت، وبيرجع يعرفها ان في طريقه وجاي لها حاليا. وفي الوقت ده بيبقى رايدل مع أوليج في زنزانة التحقيق، وبيعرفه بنفسه انه بيشتغل في الشرطة ويقدر يسجن كاريل ويخلصوا منه للأبد هو وأمه، وده في حالة لو اتعاون معاه وجاوبه على أسئلته. وأول حاجة بيسأله جاب منين المسدس اللي كان معاه وخباه في أنهي حتة. وفي الناحية التانية لما بيوصل جوي للبيت بيتصدم لما بيلاقي تومي وكلاريك وصلوا بعديه على طول، وبيقولوا له انه لو ما لقاش المسدس اللي ضاع منه ما يزعلش من اللي هيحصل له هو وعيلته، وبيمشوا على طول. وبعدها بيروح جوي لعنوان ماني وبيقتحم الشقة على مراته وبيهددها بالسلاح لحد ما بتقول له هو فين بالظبط، وبيكون وقتها قاعد في بيت صاحبه حاليا في مكان قريب منهم، فبيسيبها وبيروح لهناك فورا لكن مش بيلاقيه. وفي نفس الوقت ده بيكون رايدل متعصب لان أوليج مش راضي يعترف على جوي، وبيقول له انه لقى المسدس في مدرسته وبيكذب عليه. فبيطلع يتكلم مع كاريل وبيطلب منه يخلي أوليج يعترف على جوي باي طريقه، يا اما هيسجنه ويدمر حياته تماما. فبيروح ياخد أوليج من السجن وبيوديه المطعم، وبيحاول بكل الطرق انه يعمل معاه اتفاق، وبيقول له انه هيوديه لمباريات الهوكي زي ما هو عاوز. بس ساعتها أوليج بيتأسف له وبيقول له يا ريتني عرفت اقتلك. الكلمه دي بتعصب كاريل اكتر وبيقوم يضربه، فبيبعدوا أوليج عنه وبيهرب منه يدخل لعربيه مفتوحه لقاها. وبعد دقايق فجأة الباب بيتفتح وبيشوف قدامه زوجين اسمهم بروس وإيدلي، كانوا طبعا متفاجئين بوجوده وكانوا مصرين ياخدوه معاهم. بس لما بيوصل لبيتهم بيستغرب من المكان ومنهم، بالاخص لما بيلاقيهم بيتكلموا مع ولد وبنت صغيرين وبيصوروهم بكاميرا وهما بيلعبوا مع بعض وبيتفرجوا على الكرتون كمان. فبيمثل عليهم كأنه هيروح للحمام وبيتمشى في البيت اللي بيكون عامل زي المتاهة. وفي اللحظة المناسبة بياخد من شنطة إيدلي تليفونها قبل ما تشوفه، وبعدها بيخليها توديه للحمام. وساعتها بيستغل الوضع وبيتصل برقم تريسا وبيقول لها انه مخطوف وبيديها اسم بروس ومراته، وبالصدفة بيلاقي علبة دواء عليها عنوان البيت فبيقوله لها وبيطلب منها تساعده. بعد كده بنشوف ليستر وهو رايح لماني اللي بيبقى شغال ميكانيكي كشفت إضافي، فبيتفاجئ وقتها لما بيشوفه مطلع من جيبه نفس السلاح اللي كان في ايد أوليج، وبيقرر انه يشتريه منه ب $500 وبياخده وبيمشي. وفي نفس اللحظة دي جو بيقدر يعرف مكان ماني وبيروح له يطلب منه يديله السلاح اللي أخده، فبيطفي ماني النور وبيتهجم عليه، بس جو بيقدر يوقعه على الأرض وبيولع فيه حرفيا. وبيعرف منه وقتها ان في شخص اسمه ليستر اخده ومشى من شويه. المهم بعد دقايق بتوصل تريسا مع أليكس للعنوان اللي اداهولهم أوليج، وبتدخل تخبط على باب شقه إيدلي، ولما بتفتح بتسالها عن أوليج وبتعرفها انه اتصل بيها وادالها عنوانهم، وبتدخل غصب عنهم وبتدور عليه في كل مكان بس مش بتلاقيه. وكانت لسه على وشك انها تمشي خلاص، بس بترجع مره تانية وبتدور عليه في اوضه الالعاب، وفجأة بتتجنن وبتطلع المسدس توجهه ناحيتهم، وبالصدفة عينيها بتلمحه وهو مرمي في الدولاب. ولما بتفتح عليه بتتفاجئ لما بتشوف حوالين رقبته كيس بلاستيك علشان يخنقه، فبتشيله بسرعة وبتنقذه في اللحظة المناسبة وبتخليهم يوسعوا له الطريق. فبيطلع ينقذ الطفلين اللي خطفوهم وبيروح على طول لأليكس في العربية. بس الصدمة الأكبر لما بتشوف إن الأرض متغطية بكيس بلاستيك مرن وفي الدولاب أسامي أطفال تانية، فبتستوعب بسرعة إنهم قتلة متسلسلين وبتطلع سلاحها وبتقتلهم وبتهرب على طول. وبعدها كلمت جوي وعرفته باللي حصل وراحت قابلته بعدها، واللي لما بيعرف إن أوليج معاها بياخده، وقبل ما يمشي بيطلب منها تخلي بالها على أليكس. المهم في الطريق بيكلموا واحد صاحبه وبيعرفوا إنه شاف ليستر اللي بيدور عليه في فندق معين، وساعتها بيغير طريقه وبيروح لهناك وبيشوفه فعلا. بس بيتفاجئ لما تومي وكلاريك بيطلعوا عليه وبياخدوه هو وأوليج معاهم لحد ما بيدخلوا لمكان مهجور. ساعتها بيخلوا أوليج في العربية وبياخدوا جوي، وهنا بيعرف ان في حركة غدر هتحصل منهم، وبيتكلم مع تومي وبيقوله ان الموضوع هيخلص قريب جدا لولا انهم عطلوه، وبيحاول يهديهم وبيقول لهم انهم يعرفوا بعض من زمان وما يصحش يعملوا كده. لكن تومي بياخد سلاح جوي وبيضرب بيه كلاريك برصاصة في دماغه بيقتله قدام عيونه، ولما بيسألوا ليه عمل كده بيفهموا انه اكتشف خيانته ليهم لما عرف انه متفق مع رايدل وكان بيزوده بمعلومات بخصوص عصابتهم. وبيتصل برايدل كأنه لسه معاه
وبيقول له ان الشنطه اللي كان بيدور عليها وصلت للمكان المحدد، فبيروح لمحطه القطر وبيفتح الخزنه ياخد الشنطه وبيدخل لحمام عمومي علشان يتاكد من اللي جواها، بس بيتصدم لما بيكون فيها اوراق وكتب قديمه، وساعتها بيتعصب وبيهدد تومي انه هيقتله. بس قبل ما يخلص كلامه المكان كله بينفجر لان تومي كان ملغم الشنطه بمواد متفجره وبيموت رايدل. بعدها بيطلب من جوي يسمع الكلام بالحرف لان لسه فرانك عاوزه، وبيخليه يمشي وراه بالعربيه لحد ما بيوصلوا لمكانهم السري اللي بيبقى عباره عن صاله لمباريات الهوكي. وبيتفاجئ وقتها أوليج لما بيلاقي عمه إيفان موجود، وبيسأله لو كان جوي اداله مسدس علشان يخلص بيه على كاريل، ومهما يحاول يفهمهم ان الكلام ده ما حصلش محدش بيصدقه. وفجأة فرانك بيطلب من رجالته يكتفوا جوي ويدخلوه لصالة الألعاب، وبيخلوا اللاعبين يضربوا عليه كرة الهوكي في وشه وبيبدأ ينزف. وإيفان ساعتها بيدي السلاح لكاريل علشان يخلص على أوليج قدامه، بس لأول مرة في حياة كاريل بيعمل حاجة صح، بيرمي السلاح تاني لإيفان وبيسيبه وبيمشي، فبيتعصب وبيطلع سلاحه وبيخلص على ابن اخوه بايده. في اللحظه دي بيعمل جوي حركه ذكيه جدا لما بيديله ايفان فرصه اخيره علشان يتكلم ويعترف بكل حاجه، فبيقوله ان السلاح ده كان يخص تومي وهو اللي اداهوله بنفسه، وطلب منه يدي لأوليج المسدس علشان يخلص بيه على كاريل. ولما ايفان بيسأل أوليج عن صحة الكلام ده بيأكده طبعا علشان ما يطلعش جوي هو اللي غلطان ويحاول ينقذه من الموت. ووقتها بيتعصب تومي وبيحاول انه ياخد المسدس بتاعه ويقتل بيه أوليج وجوي، بس قبل ما يعمل اي حاجه رجاله ايفان بيضربوه بالنار وبيخلصوا عليه. ساعتها بقى بيحصل اشتباك قوي بين عصابه فرانك وايفان ورجالته، وبيبداوا يقتلوا في بعض واحد ورا التاني لحد ما فرانك بياخد سلاح وبيقتل بيه ايفان، وبيروح بيه على طول علشان يقتل جوي اللي بيفاجئوا وقتها بان كل حاجه قالها النهارده اتسجلت. وبنعرف ساعتها انه بيشتغل لصالح الشرطه علشان يكشف خبايا العصابات. وفي اللحظه المناسبه أوليج بيجي جنب فرانك وبيهدده بالمسدس، وساعتها بيستغل جوي الفرصه وبحركه سريعه بياخد منه السلاح وبيفجر بيه راس فرانك، وبيطلع هو وأوليج من المجزره اللي حصلت دي علشان يرجعوا للبيت. بس بيتفاجئ بالشرطه محاصرينه من كل مكان وجايين يطمنوا عليه، فبيفهمهم انه كويس وبياخد بعدها أوليج وبيمشي. بيروحوا بعدها مطعم علشان ياكلوا سوا، وهناك بيتفاجئ أوليج لما بيشوف قدامه ليستر للمرة التانية، فبيحاول انه يقتله بالسكينة. ووقتها بيقرب جوي منه كأنه شخص عادي بيدفع الحساب، وفي اللحظة المناسبة بينقض عليه وبيخطف منه السكينة وبيكسر له ايده وبيوقعه على الأرض يعدمه العافية. بس الموضوع بيتقلب تماما لما ليستر بيمد ايده وياخد المسدس يوجهه عليهم، وكان خلاص على وشك انه يقتل أوليج، فبيجري بسرعه جوي ياخد الطلقه مكانه. ولحسن الحظ بيكون جوي قدر بعدها يوصل له ويقتله، وبياخد أوليج بعد كده وبيركبوا العربيه وبيمشوا من المكان. بس في اللحظه دي بنشوف ساكي وهي في قبو البيت، كانت ماسكه صوره أوليج بتودعه، وبتفتح بعدها انبوبه الغاز على اخرها وبتنهي حياتها بابشع طريقه ممكنه. اما تريسا بتصحى من النوم على صوت مرعب، بتتصدم لما بتلاقي الانفجار من بيت ساكي وما بيكونش في ايديها حاجه تعملها. وبالنسبه لجوي فبيكون بينزف بغزاره ومش مركز في الطريق، بس لحسن الحظ بيتمالك نفسه لحد ما بيوصل لبيت تريسا وبيستسلم، وساعتها بتفضل جنبه وبيتصلوا بالنجدة. لكن للأسف قبل ما توصل بيكون جوي فارق الحياة، وتاني يوم بيتعمل له جنازة كبيرة جدا تليق بيه وبيدفنوه. وبتبقى تريسا نقلت لمكان تاني تعيش فيه هي وأليكس وأوليج اللي قررت تتبناه وتربيه. وهناك بقى بنشوف جوي وهو عايش، وبنعرف انه زي في موته علشان يبدأ بداية جديدة في مكان تاني. ولحد هنا بيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.